الديمقراطي الاجتماعي يعني مش بس الديمقراطية السياسية، لكن الديمقراطية السياسية ان احنا نشارك في اختيار من يحكمنا ومن يمثلنا، لكن كمان ان المجتمع يحكم نفسه، انه من اول القاعدة الى القمة الشعب يشارك في ادارة حياته من خلال نقابات مستقلة، من خلال روابط، من خلال جمعيات أهلية، من خلال المجتمع المدني. المواطن المصري محتاج انه ملف الامن يتضبط ضبطه كويسه جدا، وملف الامن مش ممكن يتضبط باجراءات اقل من ان تكون ثوريه. من يوم 12 مايو والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع مجموعه قوى سياسيه اخرى متبنيه مبادره اسمها المبادره الوطنيه لاصلاح جهاز الشرطه. المبادرة دي بتعني إعادة هيكلة جهاز الشرطة. جهاز الشرطة الحالي شيء لا يمكن أن يقيم الأمن في مرحلة ما بعد الثورة. أنت عندك من رتبة نفر لرتبة عقيد مرتبات ضعيفة جدا زي مرتبات الحكومة، من رتبة عقيد فما فوق مفيش مرتبات، لكن في عقود بتتجدد كل سنة. العقد ده ممكن يبقى 100,000 جنيه، 200,000 جنيه في الشهر، مليون جنيه في الشهر، حسب ما رئيسك ما يحب، أو تترفض. يعني الجزرة والعصاية، يعني هتسمع كلام مجموعة حاكمة فوق هتبقى تمام، مش هتسمع كلامهم هتترفض فورا. الجهاز كله متركب على عقيدة ان احنا اسياد الشعب. الجهاز مبني على عقيدة طبقية، الغني ياخد حقه في مقابل طبعا بعد خدمات هيقدمها للضباط او احيانا فلوس صريحة. هذا النوع يحتاج الى وقفة جذرية. انا مش هطول عليكم لان المبادرة دي ملخصة في 64 صفحة بها مجموعة من الحقوقيين وخبراء بما فيهم خبراء أمنيين نفسهم، وبيأيدها مجموعات من داخل جهاز الشرطة نفسه. لكن نحتاج إلى إصلاح أمن جذري في جهاز الأمن. نمرة 2 الاقتصاد. دلوقتي الاقتصاد لما يحصل فيه ركود، أنا عايز أقول 3 حاجات مهمة قوي أظهرها تقرير مجلس الوزراء أو مجموعة دعم القرار لمجلس الوزراء. تحويلات المصريين في الخارج زادت في 2011، حصيلة الضرائب زادت في 2011، التصدير المصري زاد في 2011 بشكل واضح. الميزانية العامة نقصت بسبب نقص الاستثمار ونقص السياحة، لكن الاثنين دول مش بسبب ان في اعتصام هنا ولا في ناس بتطالب بحقوقها هنا ولا في ناس عامله مظاهره هنا. التدهور ده بسبب الخطوه الاولى اللي انا اتكلمت عليها اللي هي الانفلات الامني. الانفلات الامني مش انه في مظاهره في ميدان التحرير رافعه يفط فهو ده انفلات امني، ده موجود في كل المناطق في كل البلاد الراقيه المتقدمه اللي بيتم صب ملايين واستثمارات وسياحه مفيش اي مشكله فيها. لكن الانفلات الامني بسبب انك انت مش قادر تامن الطرق، مش قادر تامن القرى، مش قادر تامن المناطق السياحيه، مش قادر تحسس الدكاتره في المستشفيات انه مفيش بلطجيه هيعتدوا عليهم، مش قادر تامن الناس في المصانع. اذا ده هي المشكله. النقطة اللي بعد كده العدالة الاجتماعية. الديمقراطي الاجتماعي هيفضل يناضل لحد لما يبقى في حد أدنى للدخل لكل إنسان مصري، والحد الأقصى للدخل يطبق بقوة جوه الحكومة على الأقل. إنما ده مرتبط بالتعليم والبحث العلمي وحرية الفكر والإبداع. ال3 دول منظومة واحدة. التعليم القائم على الصم. أنا أولادي في المدارس يروحوا يقروا على 20 اختبار وما يعملوش ولا اختبار. لما كنت بدرس في الدكتوراه في انجلترا كان الولد بيقعد اسبوع عشان يعمل تجربة بايديه. كمان التعليم متصل بحاجة ملهاش دعوة خالص بالسوق. النهاردة ممكن يكون واحد بيتعلم ميكانيكا سيارات وجنبه مصنع سيارات او جنبه جراجات وميكانيكية، لكن عمره ما دبلوم صنايع ميكانيكا سيارات هيقدر يشتغل هناك، لان هو اصلا عمره ما فك رادياتير ولا عمره ركب بوجيه. فانت لازم تربط التعليم الصناعي والتعليم المهني، بل حتى التعليم الاكاديمي والتعليم التاريخي والتعليم الفلسفي بالواقع بالحقيقة وبالانتاج بادوات الانتاج. بدل ما يقضي 40 ساعة في المدرسة منهم 30 ساعة كلام فاضي، خليه يقضي 15 ساعة 20 ساعة في المدرسة و20 ساعة في ورشة يفك ويركب، والراجل المعلم الصنايعي
يديله شهاده، بعد كده هيخرج هيلاقي شغلانه على طول. وهكذا الباحث العلمي، وهكذا الطبيب، وهكذا المهندس. الجزء العملي مرتبط بمنظومه البلد كلها. طب انه البحث العلمي ما يكونش عليه ضوابط ولا قيود مسبقه، انه الفن ما يكونش عليه ضوابط من مجموعه من الناس التي لا تفهم قيم الفن الحقيقيه وازدياد وعي الانسان. وثيقه الازهر الاخيره ظهرت في الحريات الاساسيه بتدافع عن الفن والابداع في فقره من اروع ما يكون. احنا ورا الوثيقه دي، احنا مع الوثيقه اللي اصدرها الازهر ووافقنا عليها بعد عده ساعات من خروجها فورا. وايد البنيه التحتيه للصحه في مصر رائعة جدا، مستشفيات، وحدات صحية في كل مكان، ولكن هذه البنية من داخلها مخوخة تماما. ممكن تلاقي جهاز أشعة مرمي هو ب5 مليون جنيه مرمي علشان ما فيش بند للميزانية ب1000 جنيه، لأن الإدارة موجودة مركزيا، والإدارة المركزية دي عمرها ما هتدور مستشفى صح. المستشفيات لازم تكون زباينها الغلابة دول اللي بيروحوا لمستشفى هنا أو هنا زباينهم مرتبطين بالمجالس المحلية. يعني أنت مش ليك ميزانية جاية من الحكومة المحلية، أنت ميزانيتك هتكسبها من المجلس المحلي. أنا هدي المجلس المحلي فلوس صحية، فلوس للصحة، هيديها للمستشفى اللي هتعالج له المواطنين صح. ولو ما عالجتهمش صح المواطن ده مش هينتخب عضو المجلس المحلي بعد كده، لأن المجلس المحلي هو اللي بيمثل المواطن. مصانع إسكو اللي اتباعت في شبرا كانت فيها 80,000 شخص بيشتغل، اتباعت لأنه القرار موجود مركزيا، القرار مش موجود في المجالس المحلية. المستشفيات اللي بتخرب، مستشفى الساحل مستشفى غير عادي في إمكانياته، مستشفى اليوبلس اللي قاعد يتدهور، كان من أحسن مستشفيات العالم في السبعينات اللي قاعد يتدهور لأن الإدارة مركزية. لكن أنا عايز السلطة مع اللي بيدفع، واللي بيدفع يكون المجلس المحلي، والمجلس المحلي اللي بيشرف عليه مجلس الشعب ومجلس الشورى. صوتك يوم 29 يناير و30 يناير هيخلينا ناخد خطوة ناحية مجالس محلية حرة، ناحية مجلس شورى ومجلس شعب حر يقدر يخدمك في مصنع، في مدرسة، في بنية تحتية قاعدة تتدهور في مصر، رغم انها فرصة رائعة انها تخدمك انت وانت في مكانك، انك انت نوع حياتك يستمر. خلينا نحافظ على نوع الحياة المصرية، نوع حياة فيها فن، فيها إبداع، فيها شعر، فيها غنى، فيها إنتاج، فيها فرحة، فيها بهجة، فيها كرامة للإنسان المصري، فيها مستقبل للإنسان المصري بيتمتع به بكل إمكانيات العقل المصري والأرض المصرية الغنية.